السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. هقدم لكم النهاردة تفسير رؤيا الحليب في المنام للرجل. يرمز الحليب في منام الرجل إلى السعة في الخير والمال والرزق والأوضاع المادية المريحة، الرخاء والرفاهية، في حالة التأهب للتحضير والتجهيز لمشروع مثمر ومربح. أيضا الحليب الطازج في منام الرجل يدل على زيادة في المال والرزق والربح في القريب العاجل. في حالة شرب الرجل الحليب في منامه فالرؤية تدل على نجاحه وتفوقه وإثبات وجوده بقوة في العمل وحصوله على ترقية أو ترفيع أو علاوة، وسوف يدخل بشراكة تجارية أو استثمارية تعود عليه بالربح الكبير، وبأنه شخص يعتمد عليه في كافة الأعمال سواء في العمل أو داخل منزله. فالرؤية دلالة على استعادة النشاط والحيوية والقوة والثقة الكبيرة بالنفس. أما إذا شاهد الرجل أنه شرب حليب ملوث في المنام فهذا يدل على كسب المال الحرام. شرب الحليب الأسود للرجل تدل على خوضه بالمحرمات والمنكرات. أما رؤيا شراء الحليب في منام الرجل فهو يدل على دخوله بتجارة رابحة، وإذا رأى أنه يسكب الحليب على الأرض يدل على صرف المال فيما لا يرضي الله والله أعلم. وإذا شاهد الرجل أنه يشتري حليب للميت في المنام فأنه يخرج له الصدقات، وإذا رأى أنه يشتري الحليب لأبنائه في الحلم فيدل على حسن تربيتهم وتعليمهم. بالنسبة للرجل المتزوج فإن رؤيا الحليب في المنام يمكن تشير إلى أنه يعيش سعيدا مع زوجته، كما يمكن أن يرمز إلى استقرار العلاقة الزوجية والتغلب على الخلافات التي تحدث. إذا كان الحالم متزوجا بالفعل يعني أن زوجته ستلد ابنا مباركا. بالإضافة إلى ذلك قد يمثل الحليب في المنام إلى اللطف والتعاطف. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا، ونلقاكم في تفسير جديد. فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.